السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل دفاية. يعني طقم كامل، دفاية بالكرانيش والخداديات برضو بالكرانيش، بس دفاية اطفال. المرة اللي فاتت عملنا دفاية باستك، خدت 3 متر ونص لسرير كبير باتنين خدادية. المرة دي برضو هناخد 3 متر ونص، بس دفاية اطفال وسريرين، يعني سريرين اطفال وخداديتين بس بالكرانيش. هنحط للكرانيش قماش زي ما انتوا حابين بقى، مصرية، قطن، ستان، اي قماش انتوا عايزينه. انا حاطه قماش مصرية. طيب هحتاج قد ايه من القماش القطيفة وقد ايه من القماش المصرية؟ انا حطيت 3 متر ونص قطيفة و3 متر ونص مصرية. ادي دي المقاسات اللي احنا احتاجناها. بس حابة اوضح حاجة في المقاسات. طبعا هي فرشة السرير كويس، سرير متر و20، بس فرشته على القد، وهتشوفوا في الفيديو في فيديو مصوراه وهو مفروش على السرير، موضحه لكم فرشته ازاي بالظبط. فلو هتعملي دفاية زي كده عشان تبقى كافية ووافية على السرير، زودي نص متر او 40 سنتي للدفايتين، يعني لكل سرير 20 سنتي زيادة. طيب قصيتها ازاي؟ اول حاجة قصيت الخداديات دي، القطيفة قصدي، قصيت منها 55 سنتي الخداديات اللي هي وش الخدادية، وبقية القماش قسمته بالنص زي ما يجي بقى، متر ونص الدفاية، متر 45، اكتر اقل زي ما يجي على حسب القص بتاع التاجر. لان بصوا وانا بقص القماش لقيته وارب، فطبعا شلت الحتة الواربة، بصوا اللي هي دي شلتها من القماش، ده أثر معايا في القماش، فأصبحت الدفاية متر و40 بالظبط صافي. والخداديتين 55 في 75 زي ما احنا بنعملها، اللي هي الخداديات العادية. ادي 1 2. انا بقى هحط للخداديات زيادة من عندي، يعني غير ال3 متر ونص هحط كرانيش حوالين داير للخدادية، وهنحط كمان سوستة من الظهر. الظهر طبعا بيكون مصرية، هحط سوستة من الظهر. انا الحاجات دي كلها قصيتها، فبعد ما قصيتها قلت اوريها لكم عشان اللي بيسألني دي بتتعمل ازاي او دي بتتعمل ازاي او قصيتي ازاي. كده احنا عرفنا احنا قصينا الدفاية ازاي. السادة بقى هنقصه ازاي؟ طبعا عشان قماش مصرية، فانا عايزة القماش يتقص في اتجاه البرسل، مش عايزة اخيط من هنا من حتة القص، انا عايزة اخيط من حتة البرسل عشان تطلع لي كرانيش مظبوطة، وفي نفس الوقت لما اجي اتني او اعمل برم ما تضايقنيش، القماش ما يورورش، الخياطة تبقى نظيفة ويبقى شكلها شيك ونظيفة وحلوة. طيب هحتاج قد ايه عشان اعمل المقاس ده؟ هاخد من ال3 متر ونص هاخد متر وربع، ده للاكياس، وهطلع من عرض الكيس شريطة اللي هي بصوا دي الحتة اللي اتبقت من العرض، اللي هي طولها متر وربع، قسمتها بالنص عشان تبقى ظهر الخداديات بالظبط هي 65 سنتي. طبعا الظهر بيبقى 75، فانا بكمل الحتة دي بالحتة اللي هتطلع من الكرانيش. انا هقص لان انا هحط سوستة في الظهر في النص، فمش عايزة الظهر كامل، انا عايزة الظهر يبقى ربع الظهر من فوق والتلات ارباع من تحت، وفي النص في الربع كده السوستة دي بتبقى شكلها اشيك. طيب هاخد كده انا خدت الظهر. طيب الحته بقى اللي هي تعتبر قلابه او اللي هي بقيه الظهر هاخدها من ايه؟ احنا قلنا الكرانيش، هقص الكرانيش مترين وربع، اللي هو بقيه ال3 متر ونص هقص مترين وربع. هاجي من عند العرض كده وهقيس 55 سنتي وهي متطبقه القماش، وهشق واقيس 55 سنتي تاني وهشق، يبقى انا كده خدت 4 قطع 55 في طول مترين وربع. هاخد كل 2 لدفاية، هشبكهم في بعض وهكرنشهم واعمل لهم برم وهركبهم لدفاية. طيب هتتبقى لي حتة كده شريحة طويلة من عرض القماش، يعني قيمتها مثلا 15 سنتي او قيمتها 20 سنتي، دي اللي هي هركبها. بصوا زي كده هركبها بقية الظهر، يبقى السوستة هنا وادي الظهر هنا اهو، ادي كده الظهر، السوستة تبقى هنا في النص او في الربع. تمام، ده بالنسبة للخداديات وبالنسبة للكرانيش. طيب بالنسبة للكرانيش بقى اللي حوالين داير، بصوا انا واخدة، انا عندي اصلا كانت الكرانيش جاهزة يعني معمولة ومركونة،
فلو حابه تعملي كورنيش حوالين داير هتزودي على القماش اللي احنا قلنا عليه ده يعني ممكن نص متر. هي المفروض 35 سنتي يعملوا لك كورنيش حوالين داير. لو مش عايزه كورنيش حوالين داير وعايزه تكتفي بس بالخداديه من غير كورنيش وبالكورنيش في الملايه بس، يبقى زي ما انا قلت لك 3 متر ونص و3 متر ونص. في جزئيه بس عايزه اوضحها هنا بالنسبه لحسابات القماش الساده اللي هو المصريه. لو عايزه كورنيش حوالين داير في الخداديه زي ما هو في الشكل كده، لان انا كان عندي كورنيش من الاول فعشان كده قلت لكم 3 متر ونص. ده 3 متر ونص دي من غير الكورنيش حوالين داير. لو عايزينها بالكورنيش حوالين داير في الخداديه بحتاج 3 متر 75 متر وربع للاكياس و40 سنتي للكورنيش حوالين داير، والباقي هيبقى كرانيش الملايه. هيتقسم من ناحيه البرص ل4 قطع، كل قطعه 55 سنتي. نشبك كل 2 في بعض، كل 2 لدفايه. هنبدأ بقى نقفلها ونقرنش ونركب الجبير والكلام ده كله، وهوريكم شكلها بإذن الله. بس عشان ما اجيش اعملها وتقولوا لي عملتيها ازاي او خدت قد ايه وانا ابقى نسيت او مش فاكره، لان انا بعد ما قصيتها قلت اصورها لكم. اول حاجه هعملها دلوقتي ان انا هركب السوسته في ظهر الخداديه. فبعمل ايه؟ بعمل اوفر في الحته اللي هركب فيها السوسته، وفي الحته التانية اللي هي دي اللي هي يعني السوسته تركب هنا في النص، فبعمل اوفر هنا وهنا. انا السوسته اللي عندي اللي هي دي بيضه، ما عنديش سوسته رمادي، عندي ابيض واسود، فلقيت ان الابيض ماشي اكتر من الاسود. انا عملت اوفر للخداديات للدفايه، اقصد عملت اوفر للدفايه في المكان اللي انا هتني منه. بصوا بركب الوش على الوش، يعني وش السوسته يبقى هنا ووش السوسته. بصوا كده انا هوسطن السوسته، يعني هخليها ايه كده. مش لازم احط دي من اولها، لان انا هنا دي سوسته جاهزه. لو سوسته بالمتر هحطها من اولها عادي، انما في دي سوسته جاهزه فيها حته حديده من هنا وحته حديده من الناحيه التانية، فمش لازم ان انا يعني محكومه يعني مقفوله، يعني انا افتح واقفل كده اهي في حاجز. فمش شرط ان انا احطها من الاول الدفايه من اول الظهر لاخره، يعني ممكن احطها ايه مترحله شويه كده، وانا بقفل الدفايه هبقى اظبطها. طبعا هركب دواس السوسته. بسم الله. هحط الوش على الوش يبقى ظهر السوسته ليا، واراعي وانا بخيط كده. الاول اعمل فورماتوره، اراعي وانا بخيط كده ان ان الجرار ده ما يجيش تحت الابره يحسن يكسرها. بصوا في حته فاضيه في الاخر دي هقفل عليها عادي الخداديه، يعني دي مش هتاثر عليا بحاجه. انا هوريكم شرح الحته دي بتاعت الخداديات، لان الخداديات في ناس سالت عليها بتتعمل ازاي. طبعا دي الظهر، بقيه الظهر بحطها بصوا بالظبط دي على دي كده، عشان ما تطلعش عامله كده وتاثر معايا وانا بقفل. اهم حاجه دي على دي، بعد كده بقوم مقفلاها من هنا. برضو نفس الحكايه، اخد بالي من الجرار ان انا ما انزلش الابره على الجرار. حتى لو بصوا لو في البدايه كده عملتها بايدي عشان اضمن ان الجرار مش تحت الابره. هي اهم حاجه دلوقتي هنعملها الخداديه، انما الدفايه نفسها ما فيهاش اي شغل غير اني عملت اوفر للاماكن اللي هي بتنزل وبره في الدفايه. لان انا الدفايه زي ما قلت لكم في وبره كده بتنزل منها، فعايزه اوفر، فانا دي اللي انا عملتها اوفر. بصوا اهي السوسته خلاص. دي هحطها بقى على الوش. طيب الوش انا هعمله ازاي؟ الوش اول حاجه انا هركب له الكرانيش حوالين داير. طبعا الكرانيش زي ما بنركبها في الطبيعي، يعني ما فيهاش اي حاجه، كاني بركب كورنيش لخداديه عاديه مش دفايه. يعني انا بتعامل معاها على انها قماش عادي. هو بس الفرق ان هو بينزل في المكان القص كده بتلاقيه راح نزل ايه زي وبره كده، بس ده مش مكان القص، ده البرسول تقريبا. بصوا من هنا اهي، بصوا شايفين الوبره دي مكان القص، بس ده الفرق. هركب هنا
هشيل دواسي السوسته الاول واركب الدواسي العادي. بسم الله. هي الفكره في الموضوع كلها، الفكره في الموضوع كله ان انا اقفل ازاي الوش على الظهر. هركب الكورنيش. بصوا احنا لينا طريقه معينه في تركيب الكورنيش قلناها كتير، ان احنا بنمسك الحته دي اللي هي من عند البرم بعد طبعا ما قرنشنا وعملنا برم، بنمسك الحته دي ونقوم حاطينها على القماش، الوش على الوش. بسم الله. بقعد اقرنش دي كده شويه كده بايدي لحد لما تتعدل كده، يعني اعملها زي دورانه كده، واقوم مخيطه عادي خالص ما فيهاش اي حاجه. بس هي الفكره ان ايه، السحب بتاع المكنه بيبقى قليل، لان القماش الدفايه ما بيخليهاش تسحب جامد. اركب الكورنيش لحد الاخر. بصوا في الزوايا دي اهم حاجه، في الزوايا انزل الابره كده واقوم لفه. اهم حاجه تنزلي الابره عشان ما يجريش منك، وتشدي ده كده. لما تشدي ده كده، لما تيجي تقفلي الوش الظهر على الوش دي ما تضايقكيش، تبقى عامله برواز كده، عامله بوزه كده من هنا وشكلها حلو. ما شدش اللي تحت خالص، اسيبه لان هو بيمط. يعني كل حاجه اسيبها على حالها، اللي فوق اسيبه، اللي تحت اسيبه. المفروض ان انا بعد ما اركب الكورنيش حوالين داير، طبعا دي يعني حاجه اختياريه، انت ممكن ما تركبيش كورنيش اصلا، يعني ممكن ما تركبيش كورنيش وتعملي السوسته زي ما انا عملتها وتقفلي الظهر على الوش وخلاص، ونتغاضى عن حته الكورنيش. بس انا قلت بما ان الدفايه نفسها بكورنيش، يبقى انا اعمل الخداديه برضو بكورنيش. نيجي بقى لقفله الخداديه. بصوا بحط ادي البدايه اهي وادي النهايه اهي. اول ما اوصل لحد البدايه كده امشي عادي خالص، خلاص اديني وصلت لحد البدايه. بعد كده طبعا دي عشان عندي فيها وصله، فبتنيها كده ايه تانية عشان ما تبانش من هنا ان هي موصوله. بقوم مكشكشه كده القماش بايدي لحد لما اوصل لدي. شايفين البرم ده اللي هو التاني ده؟ يعني بعوج دي كده، بعوج الكورنيشه كده بس. وانا بوصلها كده بقعد ايه اعمل كورنيش، يعني ازود القماش، مش اخده كده خطف. تاخديه كده خطف هتبقى شده مش حلوه. بعد كده بقوم قصه كده، انضف بقى. بصوا بقى شكل الكورنيشه بتبقى عامله ازاي، بتبقى زي دورانه كده. كده خلصت الخداديه. هحط بقى الظهر عليها. طيب هحط عليها الظهر ازاي؟ هجيب الوش كده، ده وش الخداديه، وهجيب الظهر اللي احنا عملناه له السوسته وهحطه كده اهو. بصوا كده، بحيث يبقى الوش على الوش، يبقى الظهر كده ليا. طيب هقفلها ازاي؟ طبعا انا بقفل دي على الاوفر، مش بقفلها على المكنه، بحيث تتقفل كلها مره واحده كده. دلوقتي هنقفل الظهر على الوش في الخداديه. اول حاجه هعملها، هاخد دي اللي هي الحته ال55 سم اللي هي دي، وهنا برضو الحته اللي هي ال55 سم، واقوم حطاهم على بعض. وانا بحطهم على بعض بص ارجع دي كده شويه لورا عشان ما تجيش كده تحت الاوفر، واقوم حطاهم كده على بعض كاني بقفل خداديه عادي خالص، يعني كاني بركب قلابه الخداديه. بصوا وانا شغاله القماش بيمط من تحت، فما شدهوش، اسيبه خالص. بصوا افرد ده كده، افرد الكرانيش. لو في اي قماش كده فتل اجيبها كده قبل الاخر بشويه كده، بقوم شاده دي كده، اجيبها كده عشان ما تجيش تحت الاوفر وتيجي برضو متنيه. بعد كده بقوم عادله القماش كده، اجي من هنا بقى من عند الحته دي. بصوا عامله ازاي هنا، دي مش متنيه تحت القماش اهي، جايه مظبوطه. اجيبها كده ازقها كده واقوم حاطه الظهر عليها واقوم مقفلاها. انا كده مش محتاجه ان انا اخيطها تاني، يعني هي كده خلاص. تعالي بقى عند حته السوسته دي بقى، هنعمل ايه؟
اول حاجه انا عندي السوسته اخرها اهي، هاجي اقفل دي كده على دي. بصوا عملتها كده، يعني عملتها كانها ايه، مقفولين خالص، متسبتها كده براحتها ان دي مفروده ودي مفروده، لا، قفلتهم على بعض بس، واقوم مكمله ايه، تقفيل عادي خالص. هي دي حته السوسته اللي كنت عايزه اوريها لكم، ما فيهاش اي حاجه، يعني سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله. لو جه الظهر زياده عادي، احسن ما يجي ناقص. يعني انا بقصه بزياده، خصوصا هنا في ده، لان لو قصيته ناقص وجيت ظبطته مش هعرف. بصوا زياده قد ايه، زياده الحته دي. طبعا الحته دي كده همسكها واقوم ايه، واقوم قصاها، لا اما انا اقصها بالاوفر وانا شغاله، لا اما انا اقصها لوحديها. طبعا انا بفضل ان انا اقصها لوحديها. خلاص قصيناها، اجي بقى كده واقوم نفس الحكايه، افرد دي كده، الكورنيش ده افرده كده، واقوم حاطه الظهر كده عليه، وازق كده الكرانيش بايدي عشان ما تجيش تحت الدواسه. طول ما انا ماشيه افرد الكورنيش كده. اي زياده بقى المكنه بتقصها. خدوا بالكم ما بشدش القماش، لان القماش بيمط، القماش فيه مطه، فما بشدهوش اللي هو من تحت. بصوا قبل ما اوصل للاخر كده، بصوا عامله ازاي دي الكورنيشه، بصوا عامله ازاي، بقوم شدها كده، شدها كده لقدام عشان ما تجيش تحت الدواس. انا بقول لكم على كل حاجه صغيره، كل حاجه بتتعرضوا ليها بقولها، عشان يطلع التقفيل بتاعك حلو ونضيف، وفي نفس الوقت ما تتعبيش ما تقعديش تفكي. يعني لو فيها حاجه مثلا متنيه ولا حاجه ما تقعديش تفكيها. بصوا برضو هنا عند السوسته نفس الحكايه، هاجي عند السوسته واقوم عامله كده. بصوا دي كده اهي، اخد التانية عليها كده اهو، اقفلهم جامد على بعض. بصوا اعملها ازاي من هنا، ما اسيبهمش كده زي بعض، لا اقفلهم جامد. لو حته فلتت مني ارجع لها. بصوا تاني، هاجي كده للحته دي وهحطها هنا عليها كده، هقفلها خالص، مش هسيب مساحه، مش هسيب فراغ. الافضل طبعا، الافضل ان انتي بعد ما قفلتي كده وقفلتي الناحيه التانيه، تقفلي الناحيه دي وتخلي تحت للاخر، عشان لو في اي زياده يبقى سهل ان احنا ناكلها من تحت او نقصها من تحت. كده خلصت الخداديه. بصوا كده الخداديه خلصت اهي. باجي هنا من عند السوسته واقوم فتحاها، اجي افتح السوسته كده، بقوم عادله الخداديه. تمام. طبعا تقفيل الدفايه نفسها، احنا بنركب الكورنيش، بنعمل برم للكرانيش، وبعد كده بنعمل كرنشه، وبنقوم مركبينها على الدفايه، وخلاص على كده وشكرا. والله عايزه اركب لها حاجه تاني اضافه، اركب لها جبير، اركب لها حاجه، اركبه لها. بصوا الظهر اهو، ده الظهر، ده الظهر. بصوا اهو، ادي السوسته، في جزء عايزه اوريه لكم في الكرانيش بتاعه الملايه دي، بتاعه الدفايه دي. الدفايه اهي، بحط الوش كده على الوش ده الكورنيش، ودي الدفايه، بحط الوش على الوش. طبعا الدفايه هنا بتمط، يعني بصوا فيها مطه خفيفه من هنا. انا في العاده لما باجي اركب الكورنيش بشد كده من تحت شويه، واقوم مركبه الكورنيش. هنا مش هشد من تحت، لان كده كده هي بتمط، فهتتشد جامد معايا. بريح الكورنيش ده، يعني الكورنيش ده ما بشدوش كده وانا بركب، لا بسيبه كده مرتاح خالص، واقوم مركباه كده بالراحه عشان ما تبقاش مشدوده جامد. دي بس الجزئيه الوحيده اللي في الكورنيش، انما ما فيهوش اي حاجه تاني. في جزئيه تاني في الدفايه عايزه اوريها لكم وانا بتني الدفايه. يعني انا هنا عامله اوفر، بصوا ده اوفر للجزء اللي هو قصاد الكورنيش.
من الناحيه التانية، لان هو ده اللي بينزل وبره. انما الجزئين التانيين اللي هم البرسل مش عاملاهم حاجه خالص، ده انا تنيتهم تانية واحده كمان، لان هم مش محتاجين تانية فوق التانية ولا محتاجين اوفر. بصوا، فعشان جيت اتني دي كده، بصوا الاوفر باين، فعشان الاوفر كده ما يبانش بس بتني حته الاوفر بس، يعني الحته الصغيره كده. بصوا الحته الصغيره دي بس بتاعت الاوفر هي اللي بتنيها بس، واقوم مخيطه بس كده. هو ده اللي انا بعمله، هي دي الجزئيه اللي كنت عايزه اوريها لكم. لان بصوا في اول الدفايه تنيت تانية بس كده. بصوا الاوفر شكله عامل ازاي، شكله مش حلو، دي هتتفك، فروحت تنيت بس حته صغيره من الاوفر اهي. دي الحته اللي عند البرسل بس تانية واحده، مش تانية فوق التانية. ودي الحته اللي انا عملتها اوفر تنيتها حته صغيره. بصوا مفيش فرق ما بينهم خالص. بصوا كده خلصت الدفايه خلاص، ركبنا لها كورنيش بس لسه هتتكوي. انا ممكن اسيبها كده وممكن اركب لها الجبير ده اللي هو التاج. يعني في حل من اتنين، لا اما نركب لها الجبير ده يبقى شكلها كده شيك، بصوا هيبقى شكله تقريبا كده، او ان انا اسيبها زي ما هي عشان التكلفه ما تعلاش. ده شكل الدفايه بعد ما خلصت اهي الخداديات. طيب في حاجه عايزه اقولها، الجبير ده اختياري، عايزه تحطي الجبير حطيه، عايزه ما تحطيهوش ما تحطيهوش. بصوا هي شكلها كده اهي مظبوطه على السرير بالظبط، ويعني طلعت عيال كده يتنططوا عليها ولا اتحركت، لان هي اصلا تحسوا ان بتلزق على السرير. بس هي فيها مشكله، هوريكم المشكله اللي فيها. بصوا من هنا يعني ما فيهاش غير يمكن 10 سنتي تقريبا بس هي مش مقصره على السرير في حاجه. هي المفروض يكون فيها زياده 20 سنتي عن كده، يعني المفروض من الناحيه اللي هناك دي من ناحيه الحيطه يكون في 20 سنتي زياده في الاتنين. يعني المفروض بدل ما اجيب 3 متر ونص اجيب 4 متر. ليه بقى؟ لان انا اللي اثر معايا ان القماش كان وارب، فلما ظبطته فاثر على المقاس. بس انا بالنسبه لي يعني انا دي لو هاخدها ليا حلوه مش وحشه، لان هي دفايه بيناموا عليها ثابته على السرير مش بتتحرك. خلاص انا مش عايزه اكتر من كده، وفي نفس الوقت شكلها حلو. هوريكم بقى الشكل التاني اللي هو من غير الجبير خالص، يعني لو عايزينه عادي خالص من غير الجبير. ده شكلها من غير الجبير. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم ولو بجزء بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.